الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. لقن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن درسا بليغا في التواصل الدبلوماسي لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في التعاطي مع الزلزال الذي ضرب المغرب. مناسبة هذا الحديث تلقي الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن لتعزيته في ضحايا الزلزال وإشادته بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية الكبرى. لم تقف دروس بايدن لفرنسا ماكرون والجزائر تبون عندها حد التعزية، بل تفنن في عرض المساعدة على المغرب وفق الأدبيات الدبلوماسية، حيث أعرب بايدن عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم الضروريين للمملكة بناء على احتياجات محددة من طرف السلطات المغربية، كما هي مدرجة في إطار مخطط العمل المتعدد الجوانب الذي اعتمدته المملكة لمواجهة هذه المأساة. طريقة تعامل بايدن مع المملكة خلت من التعامل بمنطق الوصاية الذي حاولت فرنسا أن تفرضه على المغرب من خلال مساعدتها في الزلزال، دون أن ننسى خرجة رئيسها مخاطبا المغاربة متجاوزا كل الأعراف الدبلوماسية، كما أن بايدن لم يتعامل بمنطق الانتهازية التي تعامل به الجزائر في تعاطيها مع ملف المساعدات الإنسانية، وهو ما يجعلنا نقف عند الدروس الدبلوماسية التي لقنها بايدن لفرنسا وللجزائر. في هذا الصدد أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس عبد النبي صبري أن اتصال أقوى دولة في العالم بملك البلاد لتهنئته على سرعة ونجاعة التدبير الملكي لتداعيات كارثة الزلزال يدل على 3 مسائل أساسية. أولها أن المغرب بلد مستقر في محيطه، ثانيها مستقل في قراره، ثالثها أنه فاعل في السراء مع شركائه ومتفان في الضراء مع شعبه وفي الميدان، وبين بالملموس أن المغرب يتفاعل في الميدان. وشدد صبري في تصريحه لجريدة أشكين أن هذا الاتصال يبين فن التواصل الدبلوماسي والرقي التواصل بأن يتواصل رئيس دولة عظمى مع ملك دولة أخرى، فهذا يدل على اللباقة الدبلوماسية وعلى فن وأصول التعامل الدبلوماسي. كما أكد على أن المغرب قدم دروسا للعالم في التضامن وفي تقديم المساعدات من خلال تكافل الشعب فيما بينه لمساعدة بعضهم لبعض. ويرى المتحدث أن الأطراف التي كانت تغرد خارج السرب والتي لا تفقه في أصول التدبير الدبلوماسي وتبحث عن النكبات من أجل تحويل الثروات إليها، عندما رأت تعامل الرئيس الأمريكي هكذا وضعت أيديها على قلوبها. ما زاد من حسرة هذه الدول، يورد صبري، هو عدم تغيير مكان انعقاد الدورة العادية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ما يدل على صمود المغرب وقدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، حيث سيحضر أكثر من 189 وزيرا للمالية من كل بقاع الدنيا ومحافظ البنوك المركزية. وخلص إلى أن المغاربة عليهم أن يفتخروا بوطنهم وملكهم، حيث تكررت لدينا مشاهد ثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء من خلال تدبير كارثة الزلزال، وهو ما يدل بجلاء على كافة الأجهزة المغربية العاملة في الميدان، وأن المملكة المغربية قوية في السراء وتخرج أقوى في الضراء، كما حصل في جائحة كورونا وكما حصل الآن في الزلزال. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.